المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها منتدى حواري بمناسبة يوم الأمم المتحدة، حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تلتقي سكان قندع، تقييم العملية التعليمية في القاشبركة، بوتين يشرف على مناورات تدريبية لإطلاق صواريخ نووية استراتيجية، بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو، وروسيا تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة وتؤكد أنها محصنة ضدها. أهلا بكم مشاهدينا. عقد في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في أسمرة منتدى في 22 من أكتوبر الجاري بمناسبة يوم الأمم المتحدة تحت عنوان الاعتماد على الذات والشراكة، تجربة إريتريا وتأثيرها العالمي. هدفت المناسبة التي شارك فيها ممثلو الوزارات والاتحادات الوطنية ومسؤولي وممثلي وكالات الأمم المتحدة والسفراء والدبلوماسيين، هدفت للتعريف بمبدأ الاعتماد على الذات في إريتريا بالنظر إلى بناء الدولة وبرامج التنمية الشاملة، وربط الاعتماد على الذات في إريتريا بمبادئ الأمم المتحدة وعكس تجربة إريتريا للبلدان الأخرى. وقالت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة نهلا فالجي في الكلمة التي ألقتها أن مبدأ الاعتماد على الذات الذي تتبعه إريتريا منذ مرحلة الكفاح المسلح يمكن أن يكون بمثابة تجربة للآخرين لكونه مبني على الأولويات الوطنية المتوازنة وتنمية الموارد المحلية وتطوير شراكات تعاونية ورؤية طويلة الأجل. وأوضحت بأن إريتريا تعتبر مثال على كيفية ربط الاعتماد على الذات وعلاقات الشراكة جنبا إلى جنب، مضيفة أن هذه المناسبة هي الوقت المناسب لتأكيد الالتزام بالسلام والكرامة والتنمية المستدامة والاستعداد المشترك. وركز المنتدى الذي قاده مدير مكتب وزير الشؤون الخارجية السيد رضا تسفالول وسفير جمهورية مصر السيد حاتم العطوي ومديرة الوكالة الدولية للتنمية الزراعية الدكتورة كارولين مونيرغا وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إريتريا السيدة جوانا ديرمانين على مبدأ الاعتماد على الذات، حيث يحقق برامج الشراكة في إريتريا تقدما مرضيا. وأضاف المتحاورون بأن برامج الشراكة ينبغي أن تحترم أولويات إريتريا وتتماشى معها، وأن تعمل على موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة. من جانبهم دعا المشاركون إلى تنظيم منتديات مماثلة بشكل مستمر لأنها تبرز الصورة الحقيقية لإريتريا والإريتريين. عقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة اجتماعا بإدارات الضواحي ورجال القرى في 17 ضاحية، بالإضافة إلى مسؤولي المكاتب الحكومية وأعضاء المجلس وممثلي الشعب في مديرية قندع بشأن استخدام الأراضي. وقدمت في الاجتماع الذي عقد في 20 من أكتوبر الجاري شرحا شاملا حول تنفيذ قوانين الأراضي واستخدامها بموجب الإعلان رقم 58/9، ودعت جميع الهيئات الحكومية بشكل عام وإدارة الضواحي خاصة إلى الدفع بالتنفيذ. وذكرت المواطنين بضرورة اليقظة والامتناع عن استغلال الأراضي بشكل غير قانوني، وخاصة بناء المنازل دون وجه حق. وقالت أن لجنة مكونة من قسمي الأراضي والمياه والبيئة والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستحقق في الأراضي المستخدمة بشكل غير قانوني. وأشادت بمشاركة المجتمع في الحفاظ على المياه والتربة والمحميات الطبيعية. بدورهم أعرب المشاركون عن استعدادهم للمساهمة في البرامج المخطط لها، وحثوا على إيجاد حل فوري لمشكلة الأراضي السكنية والطاقة البديلة. أفاد فرع وزارة التعليم بإقليم القاشبركة بأن المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم في إقليم القاشبركة تسجل نتائج مشجعة وفقا للتقييم الذي أجراه
في بارنتو يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري. وذكر مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم السيد فرانكو كوبابا بإدارة الإقليم في كلمته الافتتاحية المجتمع بضرورة تعزيز مشاركته الواعية، حيث أن الجهود المبذولة لتخفيف التحديات التي تواجه عملية التعليم والتعلم تؤثر على أداء الطلاب. وتناول المشاركون البرامج التعليمية التي تضمن المساواة في التعليم وتحديد حالات التخلف عن الدراسة وإيجاد الحلول لها وإعادة التأهيل وتدريب المعلمين وبرامج محو الأمية وحملات الطلاب التنموية وإدارة المدارس الداخلية والأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية التي قدمها مسؤولي مكاتب التعليم في جميع المديريات. وذكرت منسقة امتحانات الشهادة المتوسطة الأستاذة سلاس أسملاش بدورها أن معدل النجاح من أصل 14,000 طالب بما في ذلك 44% من الطالبات الذين شاركوا في الامتحان الوطني للمرحلة المتوسطة في العام الدراسي 2024-2025 ارتفع بنسبة 26% عن العام الدراسي الذي سبقه. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن خدمات التعليم التمهيدي نمت بنسبة 58% والتعليم الابتدائي بنسبة 10% والتعليم المتوسط بنسبة 40% والتعليم الثانوي بنسبة 90% في ال5 سنوات الماضية ضمن الجهود التي يبذلها الفرع لتوسيع نطاق الخدمات التعليمية. وحث حاكم إقليم القاشبركة على اتخاذ المبادرات بالتشاور مع شركاء العمل لموائمة عدد الطلاب مع اتساع التعليم، مؤكدا على أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم تؤتي ثمارها. وتشير وثائق فرع التعليم بإقليم القاشبركة بأنه توجد 699 مدرسة من المرحلة التمهيدية وصولا إلى المرحلة الثانوية مع تسجيل 211 ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية لهذا العام الدراسي 2025-2026. عقدت 4 فروع في الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة لندن بالمملكة المتحدة مؤتمرا في 19 من أكتوبر الجاري. شاركت في المؤتمر الذي أشرفت عليه مركزية الاتحاد في أوروبا حوالي 100 عضو. وقال مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في المملكة المتحدة وإيرلندا السيد تولدي يوهانس أن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية لعب دورا هاما في توعية وتدريب المرأة الإريترية وضمان المساواة في التوظيف والمشاركة وتنفيذ البرامج التنظيمية والوطنية. وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية الحالية هي ضمان محافظة الإريتريون في الخارج على هويتهم ووحدتهم وزيادة وعيهم وتعزيز ارتباطهم ببلدهم والمساهمة في بناء وطنهم والدفاع عن سيادته والنجاح في التعليم والمهن والاقتصاد والحياة الاجتماعية، مذكرا فرع الاتحاد في المملكة المتحدة بضرورة العمل بشكل يغض في هذا الخصوص. ودعا المشاركين إلى تقييم الأعمال والأنشطة التي نفذت خلال العامين الماضيين بجدية ووضع خارطة طريق نهائية للعامين المقبلين. وقدمت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في المملكة المتحدة السيدة سنائت هيليه قدمت معلومات تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين بالنظام الداخلي للاتحاد فرع أوروبا والاستفادة منه في مؤتمرهن. وقدم رئيس اللجنة الوطنية السيد أحمد محمود والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فرع لندن السيد حدقو عقبة ميكيل رسائل تضامنية. وبعد مناقشة التقارير المقدمة من الهيئات التنفيذية انتخب المشاركون الهيئات التنفيذية للعامين المقبلين ووافقوا على مقترحات وتوصيات هامة. في غضون ذلك قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا برامجه ونصف السنوية ووضع الخطط المستقبلية. وشرحت رئيسة الفرع السيدة لؤول تولدي الوضع الحالي في البلاد وبرامج التصدي في ضوء التطورات الدبلوماسية والوضع العالمي، وذكرت الفرع بضرورة مواصلة حملته لتعزيز وتوسيع تنظيمه والعمل بجهد أكبر لتنفيذ مشروع مدرسة أفامبو الداخلية. من جانبه عقد مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعم هيليه محاضرة حول معايير القيادة والجهود المبذولة لإيجاد قيادات نسائية كفؤة. عقد في مديرية ملقي سمينار للمزارعين في 18 من أكتوبر الجاري عن أهمية الموارد الطبيعية وطرق الحفاظ عليها. تناول السمينار تأثير الزراعة على البيئة وملوحة المياه والتربة وفوائد الحفاظ على الغابات والحياة البرية، حيث أوضح الخبراء في هذا المجال أن وجود الموارد الطبيعية مرتبط بشكل مباشر بوجود الإنسان والحيوان. وقال مسؤول مكتب الزراعة السيد ملاكي ولد ميكائيل أن السمينار سيحفز أنشطة الحفاظ على التربة
والمياه الجارية ويزيد من وعي المزارعين. وذكر مسؤول مكتب خدمات المراقبة الإقليمية في إقليم القاشبرك السيد حقوس كبري مريم أن برامج توعية واسعة تنفذ بالمزارعين بشأن استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية الكيميائية، ونصحهم بالامتناع عن ذلك والسعي إلى الإدارة الشاملة للأراضي. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية ملقية سيد هند آب ولدو المزارعين إلى تطبيق المعرفة المكتسبة ونقلها إلى الآخرين، موضحا بأن السمينار سيساهم بشكل كبير في ضمان سلامة البيئة بشكل عام والحفاظ على الغابات والحياة البرية بشكل خاص. تم عقد اجتماع تشاوري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية في المدارس في مديرية عبد الخالة في 18 من أكتوبر الجاري. وذكر مسؤول الثقافة والرياضة والصحة بالمديرية الأستاذ قيتو أمس فها أنه يمكن إنجاز الكثير باستثمار الموارد المتاحة في المديرية بمشاركة جميع الجهات المعنية. وبعد أن تناول المزايا والتحديات التي واجهت العمل في العام الدراسي 2024-2025، قال أنه يمكن إنجاز الكثير بالموارد المتاحة في منطقة عبد الخالة. وقدم المشاركون اقتراحات لتعزيز المسابقات الثقافية والرياضية التي يتم تنظيمها على مستوى المدارس، وإجراء حملات النظافة في المدارس للوقاية من مرض الملاريا والأمراض المنقولة عبر المياه. وأشار مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ تسفاي سبهاتو إلى أنه من الضروري اتخاذ مبادرات حيال هذا، مؤكدا أن المكتب يعمل مع الشركاء لتعزيز الأنشطة المصاحبة للتعليم في المدارس. مشاهدينا، نشرتنا التواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أفاد بيان أصدرته الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أشرف بشكل مباشر على مناورات تدريبية واسعة النطاق للقوات النووية الاستراتيجية في روسيا، وأشار بأن التدريب شمل جميع أصناف القدرات النووية البرية والجوية والبحرية، وتم تحت الإشراف الشخصي للرئيس. وزاد أن المناورات أنجزت جميع مهامها بنجاح. ووفقا للبيان، تضمن التدريب إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، بينها صاروخ حديث من طراز يارس أطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية، واستهدف ميدان كورا للتجارب الصاروخية في منطقة كاماتشاكا، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من طراز سينيفا من الطراد النووي باريانسك في بحر بارنتس. كما شاركت في التمرين طائرات استراتيجية من طراز توبوليف 95 المطورة، والتي أطلقت صواريخ كروز جوية. وحمل الإعلان عن إشراف بوتين على المناورات النووية رسالة إلى الغرب في إطار تأكيد الجاهزية الروسية للتعامل مع توسيع بعض البلدان لنشاطاتها النووية. وقع الاتحاد الأوروبي ومصر خلال القمة الأوروبية المصرية الأولى التي عقدت في بروكسل اتفاقيات عدة، تعهد في أحدها الاتحاد بتقديم مساعدات للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى استقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: سنوقع عددا من الاتفاقيات التي ستفتح آفاقا أوسع للأعمال في مصر. وعقب القمة أصدر الجانبان بيانا مشتركا رحبا فيه من بين أمور أخرى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة. وستحصل مصر من الاتحاد الأوروبي على هذه المساعدة المالية على شكل قرض. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وقعت في مارس 2024 للدلالة على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقاته مع مصر، الدولة ذات الدور المحوري في الشرق الأوسط. نددت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي روسنفيت ولوك أويل النفطيتين، مؤكدة أن روسيا محصنة ضد هذه القرارات الاقتصادية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطتها الأسبوعية: نرى أن هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة. وعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معلنا فرض عقوبات هائلة على القطاع النفطي الروسي على أمل حمل موسكو على وقف الحرب في أوكرانيا. كما أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع المحروقات الروسي سعيا لتجفيف موارد موسكو.
أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت نظام أسلحة جديد متطور يقوم على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بهدف تعزيز دفاعاتها في مواجهة أعدائها. وذكرت الوكالة بأن الاختبار يهدف إلى تحسين استدامة وفعالية الردع الاستراتيجي في مواجهة أي أعداء محتملين. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن المسؤول العسكري الرفيع باك جونغ تشون قوله أن نظام الأسلحة المتطور الجديد هو دليل واضح على التحديات الثابتة لإمكانات الدفاع الذاتي التقنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ورصد الجيش في سيول عملية الإطلاق، وكانت الأولى من نوعها والتي تقوم بها بيونغ يانغ منذ شهور، وجاءت قبل أسبوع من موعد وصول كبار قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة إقليمية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. منتدى حواري بمناسبة يوم الأمم المتحدة. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تلتقي سكان الدع. تقييم العملية التعليمية في القاشبركة. بوتين يشرف على مناورات تدريبية لإطلاق صواريخ نووية استراتيجية. بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو. وروسيا تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة وتؤكد أنها محصنة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.